ازاي اصلي صلاة الاستخارة؟ وهل لازم اشوف رؤية بعد ما اصليها ولا مش لازم؟ وامتى اصليها؟ وحاجات كتيرة جدا انت اكيد هتعرفها وعاوز تعرفها لما تسمع الفيديو ده لحد الاخر. اهم حاجة دلوقتي تسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك، لان الفيديو ده في غاية الاهمية. اي واحد مسلم على وجه الارض ومسلمة اكيد هيحب ان هم يسمعوه عشان تستفاد جدا لما تسمعه. يا عم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اولا صلاة الاستخارة ازاي اصليها وبتتصلى امتى؟ صلاة الاستخارة عبارة عن ركعتين اتنين، خلي بالك وركز جدا، هي عبارة عن ركعتين اتنين. مش لازم تصلي الركعتين دول مخصوصين، يعني ما تقوم تصلي صلاة الاستخارة، ممكن يكونوا هي سنة الفجر اللي بتصليها ينفعوا بنفس النية بتاعت سنة الفجر صلاة استخارة. تحية دخول المسجد لو انت داخل هتصلي ركعتين فبرضه بنفس النية هم الركعتين صلاة استخارة. سنة ظهر، سنة مغرب، سنة عشاء، سنة ضحى، ينفع تنوي بنفس النية برضه صلاة الاستخارة. وينفع ان انت تخصص ركعتين صلاة استخارة، مفيش مشكلة. اهم حاجة ما يكونوش الركعتين دول فريضة، يعني ما تجيش تصلي فريضة الفجر وتنوي بنفس النية فريضة الفجر وصلاة الاستخارة، ده مرفوض. وانما هي بتكون في النوافل. يبقى احنا عرفنا ان هي ايه؟ ركعتين. بنصليها ازاي الركعتين دول؟ بنقول الله اكبر وتبقى انت ناوي بنيتك ان انت بتستخير ربنا. يعني ايه بتستخير ربنا؟ يعني انت بتوكل رب العالمين يختار لك الاصلح. فانت محتار في امر دلوقتي، اروح اتجوز البنت دي ولا ما اتجوزهاش؟ اشتغل في الشركه دي ولا ما اشتغلش فيها؟ اروح السفريه دي ولا ما اروحهاش؟ اروح المشوار؟ وهكذا. انت بتبقى محتار في امر مباح فبتستخير، فبتصلي ركعتين تقول الله اكبر وتقوم تصلي ركعتين عاديين جدا. وبعد ما تخلص الركعتين دول تقوم قايل دعاء الاستخاره، دعاء مهم جدا، احفظه معايا واكتبه ان شاء الله هسيبه تحت في التعليقات. اول ما اخلص الفيديو هتلاقيه تحت في التعليقات. بتقولي في الدعاء دوت طبعا بيتقال بعد التشهد، بعد بتقول التحيات لله والسلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ترفع ايدك وتقول اللهم اني استخيرك بعلمك. ركز، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم، فانك تقدر ولا اقدر، وانك تعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، الجوازه ديت او الشغلانه ديت، اذكر الامر اللي انت هتعمله. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر، تذكر الامر اللي انت عايزه، شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. دعاء سهل جدا وحاول تستشعر المعنى وانت بتقوله. طيب اصلي ركعتين الاستخاره في ايه؟ في اي حاجه، حتى لو كنت هلبس الحجاب او ما البسي؟ لا، صلاه الاستخاره ما تتصلاش في الفرائض ولا في الحاجات المحرمه. يعني واحد عاوز يبطل سجاير يستخير ربنا؟ ما ينفعش، انت لازم تنتهي عن شرب السجاير. واحد عاوز يصلي يقول لك اصلي ولا ما اصليش؟ يعني انت لازم تصلي، ما تستخيرش ربنا. البس الحجاب ولا ما البسش الحجاب؟ لا، انت لازم تلبسي الحجاب، دي ما فيهوش استخاره، الاستخاره في الامور المباحه. طب اصليهم امتى الركعتين دول؟ ركز، صليهم امتى؟ صليهم في اي وقت، حتى لو كان وقت كراهه، افتى بذلك كثير من اهل العلم. ايه وقت كراهه دي؟ عندنا 3 اوقات مكروه ان احنا نصلي فيهم، ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص في الحته دي. طيب بعد ما اصلي صلاه الاستخاره لازم اشوف رؤيه بعدها؟ لا مش لازم، ممكن ربنا يخليك تشوف رؤيه في المنام عادي جدا، وممكن ان انت ما تشوفش. طب اعمل ايه؟ اديني واقف كده اصلي صلاه الاستخاره واستنى ايه؟ في حد هيبعت لي رساله؟ لا. طب اعمل ايه؟ تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، تروح تمشي في مشوارك اللي انت رايح، كنت رايح تتقدم لواحده تروح تقدم للبنت دي. لو الموضوع بقى سهل وحلو كده والدنيا مشيت فانت كده الاستخاره جابت تاثير. طب الموضوع تعركل والدنيا وقفت فبرضه ده خير ليك ان هو ما يكملش، دي نتيجه الاستخاره. طب انا رايح شغلانه اروح اقدم في الوظيفه دي؟ ايوه صلي استخاره وروح تقدم في الوظيفه دي. والله لو قبلت يبقى ده الخير ليك، لو ما قبلتش فده برضه هو الخير ليك. فانت ما تستناش تشوف رؤية. طب ينفع اصلي صلاة الاستخارة كذا مرة؟ ايوه ينفع تصليها مرة واثنين وثلاثة في نفس الامر،
عادي جدا. طب ينفع حد يصلي لي انا صلاة الاستخارة؟ يعني مثلا واحد مقصر في الصلاة ولا حاجة، فأمه عاوزة تصلي له صلاة استخارة، فهي بتصلي وبتدعي ابنها اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لفلان، لابني مثلا، تذكر اسمه، إن كان واحد صاحبك، واحدة صاحبتك، أمك، أيا كان، تصلي استخارة عن فلان، مفيش مشكلة خالص. طيب انا دلوقتي ينفع ان انا مش عاوز اصلي صلاه الاستخاره عشان راكب مواصله ونسيت اصليها وانا في البيت، ورحت عشان اعمل مقابله ولا اعمل انترفيو ولا اعمل رايح اخطب واحده، هرجع البيت تاني عشان اصلي صلاه الاستخاره؟ ولا ممكن وانا في المواصلات اصليها؟ مش هتعرف تصليها في المواصلات لان طبعا الناس بتتكلم وانت مش فاضي. وانما طبيعي جدا ممكن ان انت بكل اريحيه تدعي الدعاء بتاع صلاة الاستخارة. طب واحدة حائض ما بتصليش وعاوزة تعمل أمر معين، هتستخير ربنا إزاي؟ نفس الكلام. طبعا الصلاة محرمة عليها، ما ينفعش إنها تصلي، فتدعي دعاء الاستخارة، تقوم رافعة إيديها كده وتدعي الاستخارة عادي: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم، إلى آخر الدعاء اللي أنا إن شاء الله هسيبه تحت في التعليقات. طيب هل انا دلوقتي بعد ما اصلي صلاه الاستخاره ينفع ان انا ما اعملش الكلام ده؟ براحتك، مش عاوز تعمله ما تعملوش عادي. انت مخير في صلاه الاستخاره بتكون في امور مباحه وانت مخير، لكن الافضل ان انت تصليها، لان الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم ازاي يصلوا صلاه الاستخاره حتى في ادق الامور. مش لازم يكون الامر كبير جدا عشان تصلي صلاه الاستخاره عشانه، وده ممكن تكون حاجه بسيطه جدا، حتى لو هتشتري شوز، راح تشتري حذاء او تشتري شنطه، تصلي صلاه الاستخاره مفيش اي مشكله. دي كل حاجه عن صلاه الاستخاره انا قلتها لكم. فلو انت عندك اي سؤال يهم او يكون متعلق بموضوع الاستخاره، تسيبوا لي تحت في التعليقات او ابعتوا لي على الرقم بتاعي اللي انتوا كلكم عارفينه: 010 404 96 97 4 على الواتس. ان شاء الله هتجد الاجابه. مهم جدا انك تعمل شير علشان الدعاء دوت والفيديو دوت يوصل لغيرك والناس تتعلم ازاي نصلي صلاه الاستخاره. اوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.